تخيل قرية مصرية كاملة اتقفلت من 20 سنة، واللي يدخلها بيرجع بس بدون عيون. مش خرافة، دي قصة موثقة، وفي تسجيلات خرجت للعامة أول مرة من أيام قليلة. سياح أجانب وصلوا المكان اسمه طريق الظلال في صحراء الفيوم. بيحكوا إنهم شافوا بوابة حجرية وسط الجبل مكتوب عليها: لا تدخل إلا لو مستعد تخرج ناقص. خافوا شوية وترددوا، بس في الآخر دخلوا. صوت الريح اختفى والتنفس بقى صعب، كأن الأكسجين بيهرب. أول حاجة شافوها مرآة حجرية في نص السرداب، بس الغريب كل واحد بص فيها شاف ملامحه مختلفة. واحد شاف نفسه شيخ، واحدة شافت نفسها طفلة بتعيط، التالت شاف حد واقف وراه بيبتسم. بعد 4 دقايق واحد منهم اسمه جون بدأ يصرخ ويجري. قال: في حد بيندهلي من ورا الحيط. ده مش بشر، ده صوت شبه أمي بس مش أمي. اختفى بعدها ب12 ثانية، والكاميرا اللي كانت على هدومه وقفت تسجل، وطلعت لقطة أخيرة لوش مش مفهوم، عينه سودا بالكامل. ناس كتير قالت القصة دي مجرد تخويف سياحي، بس في فيديوهات خرجت بعدها بيومين، نفس البوابة، نفس الأصوات، والمرشد اللي ودى السياح للمكان لحد النهاردة مختفي. وبيقال إنه آخر جملة قالها في التسجيل الصوتي: لو انت لسه بتسمعني اوعى تبص وراك. صحفي مصري قرر يدخل لوحده. بعد يومين من البحث وصل للبوابة، ولما دخل سمع حد بيقول: اسكت علشان تعرف تشوف. وسمع خطوات حوالينه، بس المكان كله كان فاضي. ولما خرج كان بيتكلم بصوت حد تاني، وصوته الأصلي راح للأبد. بعد الوقعة الحكومة قفلت المكان بالكامل وحذرت أي حد من الاقتراب، لكن عالم مصريات قال إنها نسخة طبق الأصل من بردية قديمة بتتكلم عن مدخل الأرواح، باب بتفتحه البشرية كل 1000 سنة وبيقفل بعد ما ياخد اللي عايزه. لو سمعت عن أماكن غامضة في مصر زي كده اكتب بالكومنتات وتابعنا عشان تعرف الحاجات الغريبة اللي حصلت أو بتحصل في مصر.